ازيكم؟ الزمالك استقر على رحيل بيسيرو واختيار جهاز فني مصري لقيادة نادي الزمالك بقيادة كابتن أيمن رمادي، ومدرب مساعد كابتن أحمد عيد عبد الملك، ومدير كورة كابتن عبد الحليم علي، وكابتن عماد المندوه مدرب حراس مرمى. اختيار كابتن أيمن الرمادي هل هو صح ولا غلط؟ ولا هو يكون إعادة تجربة كابتن إيهاب جلال؟ الله أعلم. كابتن أيمن رمادي انا مش من محبذين حد من بره نادي الزمالك يجي يمسك نادي الزمالك قولا واحدا يعني، ولكن هو اثبت نجاحاته مع الفرق اللي مسكها جوه الدوري المصري. بس هل هو هيقدر على قيادة نادي الزمالك، خاصة ان ميول كابتن ايمن رمادي كانت باينة يعني في الفترات اللي فاتت؟ ولكن هو شخصية محترمة جدا، شخصية عندها فكر. اتمنى له النجاح بدل هو موجود على رأس القيادة الفنية لنادي الزمالك، واتمنى ان الناس تدعمه وتسنده بصرف النظر هل انت موافق على تعيينه ولا لا. لكن احنا في وقت دلوقتي حرج جدا، محتاجين نساند الجهاز الفني كله، حتى لو اختياره غلط بس محتاجين نسانده. ده مش هيكون اسوأ من بيسيرو واسوأ من الجهاز الفني الموجود حاليا. اتمنى من الله يعني ان الامور تمشي كويس. بس في نقطة أخيرة كده، النغمة بتاعت إن نادي الزمالك لازم يكون فيه مدير فني أجنبي، ولازم قيادة فنية أجنبية لنادي الزمالك، دي أنا مش مشتريها خالص. نجاحات نادي الزمالك أغلبيتها مع مديرين فنيين مصريين باستثناء الحقبة بتاعت كابرال وفنجادا وأوتفيست. أنت واخد 5 بطولة أفريقيا فيهم 3 مع مدربين مصريين، كابتن عصام بهير وكابتن أبو رجيلة وكابتن الجوهري. كل المدربين المصريين الزملكاويه اللي دخلوا نادي الزمالك خدوا بطولات. ميدو خد بطوله، حلمي طولان خد البطوله الوحيده في سجل ميدو التدريبيه كانت مع نادي الزمالك كاس مصر. البطوله الوحيده في سجل كابتن حلمي طولان التدريبيه كمدير فني كانت مع الزمالك كاس مصر. كابتن خالد جلال، كابتن مؤمن سليمان، كابتن محمد حلمي خد السوبر المصري. مين تاني يا جماعه خد بطولات مع الزمالك؟ كابتن ابو رجيله طبعا، وكابتن عصام بهيج. فاغلبيه النجاحات اصلا مع مديرين فنيين مصريين. بس هات مدير فني قوي، هات شخصيه قويه، اديله الصلاحيات، ادعمه. انا كنت اتمنى كابتن طارق مصطفى ويتعمل له عقد ويستقر ويديله كل مطلق الحريه ان هو يشتغل. انا كنت واثق من نجاح كابتن طارق مصطفى، بس يعني البنك الاهلي بينافس على الكونفدراليه ان هو يشارك في الكونفدراليه، وموقفه حرج جدا. واتمنى له النجاح مع البنك الاهلي وان هو يقدر يحقق المركز الرابع ويقدر يشارك في الكونفدراليه ان شاء الله باذن الله. ولكن لازم ندعم ان حاليا احنا احسن حاجه موجوده لنادي الزمالك هي مدير فني مصري. احنا معناش فلوس ومش قادرين نجاري المبالغ اللي بتدفع حاليا في المدربين ولا في اللعيبه. مدير فني مصري، جهاز فني مصري، ونقدر ندعمه ويقدر يشتغل، بس يكون في مشروع محطوط له ويتساب يشتغل براحته، وان شاء الله باذن الله يحقق نجاح. لان احنا لازم نواجه المشكله اللي احنا فيها. احنا ازمتنا ماليه بحته. لو احنا جبنا مدير فني اجنبي زي جوميز مش هنقدر نحافظ عليه، والدليل اللي حصل مع جوميز، الفرقه كلها متخبطه من ساعه ما جوميز مشي. فاتمنى من الله ان شاء الله باذن الله ان الجهاز الفني سواء متفق عليه او رافض وجوده، ولكن هندعمه وان شاء الله خير، ويكون اول بطوله كاس مصر ان شاء الله باذن الله على ايديهم ان شاء الله.